على أي حال يعني كما ذكرت أنه الخلاف والصراع كان محتدم على أشده بين أعمدة وأركان الإسلام في ذلك الحين، الخلفاء الراشدين والمبشرين بالجنة. فكيف ستكون المدينة بمنأى عن الخلافات والتباينات في الرأي؟ لا، المدينة أيضا كان فيها نوع من الاختلاف والتباين، وفرقة من الخوارج أو الخزرج أو أعتقد أو الأوس يعني بايعت أبو بكر الصديق، ولم تكترث بأحقية وأولوية علي بالخلافة كما يرى أوجلان، أنه كل شيء كان تمام في المدينة ولم يكن هنالك تباينات واختلافات، وكان هنالك عقد. لا يعني هذا الحكم بحاجة إلى المزيد من التدقيق والمراجعة حتى يخلص المرء إلى هكذا نتائج. والمحصلة يعني أوجلان في مسعى رد اتهام بالزرادشتية، يتهم يعني يرد الاتهام بالاتهام. ولم يقل كما ذكرت أنه هو شخص علماني ولا علاقة له بالأديان والخلافات الدينية، يعني الأديان ما كانت هذه الأديان يعني زرادشتية، إيزيدية، بوذية، كونفوشيوسية، إسلام، يهود، كذا. ليس له علاقة ولم ينقل ذلك، ورد الاتهام بالاتهام. يعني اتهم حزب العدالة والتنمية بأنها صراعة أمريكية. وهو يقول هنا يعني: تعلمون أن القائمين بهذه الدعاية بحقه هم ثمرة مشروع الحزام الأخضر الذي طرحته أمريكا في أعوام السبعينات، والإسلام الراديكالي أيضا من قبيل تنظيم القاعدة، وهو مشروع أبرزته أمريكا إلى الميدان. لقد حبكوا اللعبة على القاعدة أيضا، يعني هم يقصد الولايات المتحدة الأمريكية، حبكت اللعبة على القاعدة. وقتل زعيم القاعدة أو تمثيل مشهد قتله وعدم العثور على جثته. يعني شلون تمثيل يعني مشهد قتله؟ يعني نحن بنعرف من خلال التصريحات المحامين أنه أوجلان ليس لديه تلفزيون، وإحدى المطالب تحسين وضعه أنه أن يوفر له تلفزيون. هو كيف شاف مشهد قتل أسامة بن لادن والإنزال المظلي هاي التفاصيل كيف شافها حتى يعرف أنه هي تمثيل أو لا، أنه حقيقة أم ادعاء أم زيف؟ لا، كيف عرف أوجلان طالما أنه ما عنده تلفزيون؟ قوله هذا يشير أنه لا، عنده تلفزيون وعم يتابع الأخبار المرئية والإعلام المرئي، ومش بس فقط عن طريق الصحف والمجلات. على أي حال، أو تمثيل مشهد قتله وعدم العثور على جثته، كل ذلك في واقع الأمر جزء من تلك اللعبة. إنه ثمرة مشروع الحزام الأخضر مثل ما ذكرت آنفا، ولا يزال مجهولا إن كان بن لادن قد قتل أم لا. يعني ما بعرف شو علاقة مسألة وحقيقة مقتل بن لادن أم وجود العثور على جثته أو لا بالرد أوجلان تهمة الزردشتي عن نفسه. هاي التفاصيل والخوض في هاي التفاصيل، شو الرابط بيناتهم؟ يعني هل التحليلات أو النقاط، الجملة اللي بتنفتح على جملة أخرى، الحدث اللي بينفتح على حدث آخر، ويتوه المرء ولا يعرف كيف أن أوجلان رد على نفسه تهمة الزردشتية بالدليل أنه أنا ماني زردشتي. على أي حال يعني يستمر أوجلان ويستكمل اتهامه للعدالة والتنمية بأنه صنيعة أمريكا وإسلام معتدل وإسلام متطرف وصناعة أمريكية، وهو في بداية حديثه يتحدث أنه الإسلام بعد وفاة النبي محمد انشق إلى فرقتين: فرقة إسلام السلطة والسلطنة، والفرقة الأخرى الإسلام الحقيقي الراديكالي، أو عفوا الحقيقي الثوري الجوهري، الإسلام يعني إسلام شيعة علي وتيار علي الموالين لعلي بن أبي طالب، والإسلام الحقيقي.
وما تبقى وكله زيف وكذا والمسائل هي. هذه وجهة نظر أوجلان، هذا تقييم أوجلان، هذا تقييم لا يطلقه غير رجل دين أو رجل متدين، أو رجل متدين ومنحاز لفرقة معينة، وليس زعيم حزب سياسي يساري علماني ما له علاقة بها المسائل كلياتها. يعني يدين فرقة وفرقة إسلامية وينحاز لفرقة إسلامية. وعلى فكرة يعني الكثيرون يعني يقولون حاولوا تبرئة أوجلان من العلوية أو من التشيع، أنه هو يعني اسمه عبد الله واسم أم عائشة واسم أبو عمار واسمه. وأنا أيضا ذكرت هذا المثال، لكن أنا لم أبرئ من أوجلان من التأثر بالفكر الشيعي، وهذا قد ذكرته في فيديو سابق. لم أبرئه من التأثر والإعجاب بتجربة علي بن أبي طالب. أنا أيضا معجب بتجربة علي بن أبي طالب على صعيد الفكر والبلاغة والأخلاق وما إلى ذلك، لكن لا أقول أنه والله فلان يعني كان أحق بالخلاف من بالولاية والخلافة من وأدين هذا التيار ووالي أو شايع أو صادق على هذا التيار. وحتى لو فعل ذلك، يعني أنا شخص عادي، يعني كاتب، لست زعيم حزب يساري، لست زعيم حزب ثوري يساري علماني، لا. يعني لهذا السبب يعني عبد الله أوجلان في هذا التصريح يؤكد لأنصاره قبل غيرهم تأييده ومساندته وتبنيه للسردية الشيعية فيما يتعلق بالصراع على السلطة أو الخلاف. يعني لو كان عبد الله أوجلان عم يحكي عن الخيار الثالث ونحن لا هذا ولا هذا ونحن الخيار الثالث في مسألة الصراع ما بين الشيعة وعلي ومعاوية، أبو موسى الأشعري حاول الشيعة الضغط عليه، يعني أنه أن ينخرط في الموضوع، وكان يخطب دائما في المنابر أن يجنب المسلمين من الانخراط في هالصراعات، أنه هذا الصراع بنو هاشم، يعني صراع على الملك، يعني بنو هاشم وبنو أمية صراع قريش، نحن شو لنا علاقة بهالصراع؟ فأيها المسلمون في الكوفة أو في الديار الإسلامية أو في العراق تجنبوا الانزلاق نحو يعني أوجلان لو كان طرح هذا المفهوم اللي طرحه أبو موسى الأشعري وقت ذاك، يعني حتى في قضية التحكيم، يعني علي بن أبي طالب اختار أبو موسى الأشعري ليكون ممثله، ومعاوية اختار عمرو بن العاص ليكون ممثله. لكن وقت ذاك أبو موسى الأشعري لم يكن مواليا لعلي بن أبي طالب، لا، لم يدخل في هذا الصراع من باب الموالاة. كان وجهة نظره وموقفه أنه الصراع بين بطون قريش وبنو هاشم وبنو أمية عم يتصارعوا على الحكم، هذا هو جوهر الخلاف. هاي كانت وجهة نظر أو موقف أو رأي أبو موسى الأشعري. أوجلان وهذا هو الخيار الثالث اللي بيحكي عنه أوجلان وأصحابه كذا. أوجلان لم يتبنى وجهة النظر هذه أيضا، يعني وتبنى سردية أو تبريرات وقصص الشيعة مثل أي رجل دين أو مثل أي رجل متدين أو مثل أي رجل متشيع. يعني في كثير من السنة ومن الدروز ومن العلويين يعني تشيعوا، تبنوا هذا الموقف وهذا الخطاب وصاروا يعني يروجون له. يعني أنا لا أقول أنه أوجلان شخص متشيع، لكن هذا الخطاب الذي أمامنا الذي نحن بصدده ماذا يقول؟ ألا يطرح تساؤلا لدى قواعده إنه لماذا يطرح زعيمنا سروقنا النتوي، سروقنا
القومي، قائدنا القومي واليساري والثوري. يعني ما علاقة بهذه المسائل بالصراع بين علي ومعاوية؟ ما علاقته بالصراع بين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ يعني شو ما علاقته بأيهما الإسلام الحقيقي وأيهما الإسلام حقه يحكي أيهما الاشتراكية الحقيقية والاشتراكية الطوباوية، أيهما الثوري وأيهما الإصلاحي، أيهما العلماني أيهما المحافظ المتدين. أما يجي يحكي ويتدخل في هذا، بكرة رح نطالب أوجلان أنه طيب في الصراع ما بين الكاثوليك والأرثوذكس، الكنيسة الشرقية والغربية، أنت شو بتشوف أيهما أصلح؟ أيهما أنسب؟ في صراعات دينية موجود في الديانة المسيحية أيضا، يعني في صراعات ضمن التيار الشيعي نفسه، يعني بين الإمامية الجعفرية، الخلافات لا نقول صراع، يعني بين الإمامية الجعفرية وبين الإسماعيلية في صراع، يعني خلافات في الفقهية، في المواقف، في الآراء. أنت شو بتشوف الأصح؟ يعني وكأنه فقيه رجل دين، هذا مش زعيم يساري علماني وما إلى ذلك. على أي حال، أكتفي بهذا القدر هذا اليوم، على أمل أنه نستكمل القراءات والمراجعات لتجربة حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبد الله أوجلان. شكرا ودمتم بخير.